المواطن او المواطنه اللي قدامك يعملوا لك كل اللي انت عايزاه بس بالعقل. رستخ يا زكي يا رستخ، بالراحه كده بالراحه. طيب نمره واحد ده امبارح احنا قلناه في الفقره، لازم تحسسي اللي قدامك ان هو بطل. عشان تقنعي اللي قدامك بحاجه انت عايزاها لازم تحسسيه ان هو بطل، عشان يشيل مج الشاي اللي هو شرب فيه ويروح يغسله في الحوض. تحسسيه ان هو خرق حدود الكون ودغدغ الدغاديغ وفرقع الفرقيع فيعمل لك اللي انت عايزاه. 2، سيبي اللي قدامك يتكلم الاول. خليكي دماغ، يعني عايزه تقنعي حد بحاجه سيبي اللي قدامك يطلع كل اللي عنده. انا قررت وانا عايز وانا قلت وانا هسوي، انا بقول لك مش. خليه يطلع، عشان لما هيطلع هيهدى يا ماما. فانت بقى تعرفي تعملي ايه؟ تعالى يا حبيبي، تعالى اقعد هنا جنب حمو كده وناخد وندي بشكل ودي كده، حاجه جميله كده، ونبقى رايقين ولطاف وظراف. فاللي قدامك لما يطلع ويعبعب في كل كده اللي جواه كده، كل المشاعر السلبيه، هتعرفي تقنعيه. لكن لما تقاطعي وتقولي لا لو سمحت من فضلك انا ما اسمحلكش مش عارفه ايه، هتبقى خناقه ومش هتعرفي تعملي اي حاجه حقيقه. 3، لما تيجي تتكلمي مع حد لازم وانتي بتتكلمي تكوني واثقه من نفسك، واثقه في نفسك، بلع الموضوع اللي انتي هتتكلمي فيه. لو انا النهارده عايزه اتكلم مع مامتي او بابايا في موضوع عايزه اقنعهم بحاجه، لازم اولا انا اكون مقتنعه بيها في النقطه دي. ثانيا لازم اكون واثقه في نفسي، لازم اكون شاربه الموضوع. فلما اجي اطلع لكم النهارده وانا بكلمكم في موضوع عشان انا اخليكم تقتنعوا باللي انا بقوله، لازم انا اكون مقتنعه بيه. انا ما اقدرش اطلع على الهواء اقول كلام انا مش مقتنعه بيه. حضرتك كمان عشان تقولي كلمتين تقنعي بيهم اي حد لازم تكوني مقتنعه بيهم، ولازم تكوني واثقه من نفسك وواثقه في نفسي. شفتي منى زكي انا بتقول انا ماسكه في نفسي؟ خلاص دي نمره 3. نمره 4، اختاري الوقت المناسب. قلناها مليون مره. لو باباكي جاي من الشغل قرفان وتعبان، لو صاحبتك متخانقه مع خطيبها ولا جوزها، لو عندها مشاكل ماديه، لو جوزك لسه راجع من الشغل، لو مامتك طول النهار عماله تغسل وتطبخ وتذاكر لكم وعماله تزعق وتعيط، اختاري الوقت المناسب عشان تعرفي تقنعي اللي قدامك باللي انت عايزاه. هتختاري وقت غلط مش هتعرفي تعملي حاجه خالص. 5، وانا بتكلم مع اللي قدامي لازم يكون عندي اسباب. مش عند، مش بتعالى، مش هو كده وان كان عاجبك او هو كده وان كان عاجبك. مش هو ده اسلوبي، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه مع السلامه. لما تكوني عايزه تقنعي حد بحاجه لازم يكون عندك اسباب واسباب منطقيه. 6، وانتي بتطلبي الحاجه لازم يكون لسانك حلو. حبيبه قلبي لو سمحتي بعد اذنك ممكن تعملي لي كذا؟ حبيبي بليز، يعني انا هبقى فرحانه قوي لو انت عملت لي حاجه فلانيه. شايفه توني كده مش شخصيتي صحيح، بس انا بقول لك انت عشان انت اللي عايزه تقنعي، انا مش عايزه اقنع يا ماما ان تمام. فلو حضرتك اللي عايزه تقنعي لازم تكوني على الهادي، والالفاظ تبقى لذيذه ولطيفه وقريبه من القلب. شفتوا قريبه من القلب دي؟ شفتوا الشغل. 7، لغة الحوار لازم تكون مهذبة، ولغة الحوار على نفس المستوى. يعني أنا النهاردة لو بتكلم مع بنتي عشان أقنعها بحاجة هنزل بلغة حواري لسنها. لو بتكلم مع بابايا لازم يكون لغة الحوار تطلع له احتراما ومقاما وشكلا وموضوعا. لغة الحوار مهمة. 8، اعرفي امتى توقفي. عشان اقنع لازم اعرف امتى اوقف الكلام، وهنا المساحه بدي قدامي الوقت علشان ياخد قراره. ما ينفعش زن 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 بوش 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 عماله اقتنعت، اقتنعتي، انا صح،
نو حبيب قلب مامي، ما حدش هيقتنع بحاجه خالص، وما حدش هيديكي لا اجابه لا وافيه ولا كافيه ولا مفيده خالص. دوسنا بنزين، شيلي بقى رجلك من على البنزين وهدي كده، سيبي بقى الفرامل هي اللي تاخد ايه حالها. 9، لازم وحضرتك بتتكلمي لازم تفهميه انه لو هو اقتنع بالقرار ده مفيش اضرار هتعود عليه. يعني لو انت بتقنعي مثلا خطيبك ب ب ب ب بموضوع ما ينفعش خالص وانت بتقنعيه يبقى فيها اولا تهديد، لو انت ما عملتليش ده انا هسيبك، وفي نفس الوقت لو انت عملت لي ده احنا مثلا هنعمل حادثه بالعربيه هنموت. يعني لازم تطمنيه وانت بتقنعيه، طمنيه ان كل حاجه تمام حتى لو مش تمام. بس خليكي كده ايه هنا في مخ كده، كل حاجه تمام يا برنس، كل حاجه هتمشي زي الفل كما توقعت واكثر، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيها تهديد فتقلب بعند لو انت عايزه طبعا تقنعي. اخيرا، وانا شايفه ان نمره 10 دي هي من اهم النقاط اللي موجوده في ال10 نقط. 10 نقط ازاي تقنعي اللي قدامك باللي انت عايزاه، او ازاي تثبتي البني ادم اللي قدامك. اختاري معركتك، اختاري معركتك، اختاري معركتك. مش كل معركه تستاهل اني ابذل فيها المجهود بتاع ان انا افكر واذاكر واناقش واجادل واقنع واسوي. اختاري معركتك، لانه مش كل معركه تستاهل ان انا ابذل فيها مجهود. في معركه تستاهل، وفي معركه قد تكون كبيره بس هي ما تستاهلش خالص. فخليكي ذكيه واختاري معركتك.